صباح الخير عليكم أزول ونسمة. بونجور مي سور، ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحه جيده ان شاء الله يا ربي العزيز. كيما راكم تشوفوا اليوم ان شاء الله درت لكم فيديو جديده، درت لكم هذيك لا روسيت تاع الكيك وسيترون اللي عجبتكم. بالنسبه للبنات اللي يتبعوني في الانستغرام اللي عجبتكم ان شاء الله تعجبكم هاد لا روسيت، ونقول لكم كي تجربوها ان شاء الله كتبوا لي في لي كومونتير قولوا لي كاش جاتكم. وبالنسبه للبنات الجدد اللي التحقوا بينا نقول لكم نتوما ثاني مرحبا بكم معايا في لاشين تاعي، وان شاء الله يكونوا يعجبوكم لي روسيت. ودوك نخليكم مع لي زانغريديون تاع هاد الكيك والطريقه اللي درت بها الكيك. بسم الله. انا واش استعملت؟ درت 2 كيسان تاع الفرينه، بيان سور لازم تغربلوهم من قبل. درت عصير تاع حبه قارص كبيره، ومن بعد نخلطوه بالحليب. ودرت كاس تاع الزيت يخص قيس 1 دوا كيما راكم تشوفوا. ودرت لا لوفور تاع الكاتو، درت 1 ساشي ونص، وهذا الساشي فيه 15 غرام. ودرت القشور تاع حبه قارص، زيت دو سيترون، و6 مغارف كبار تاع السكر، وربع حبات بيض. وللبيض انا درت 4 حبات صغار، وانتوما الى كبار ديروا 3، وشويه ملح. دوك نبداو بالطريقه. انا درت هنايا البيض كيما راكم تشوفوا، كسرت البيض، ومغرفه صغيره تاع لافاني، نسيت ما قلتها لكمش، مغرفه صغيره تاع لافاني. وندير زيت دو سيترون. هنايا ديروا الزيت تاع هذيك الحبه قارص بيان سور اللي عصرتوها. ديروا دابور لو زيت، تنحوا لها كاع رابيو كاع هذوك القشور قبل ما تعصروها. انا هنا درت 6 مغارف كبار تاع السكر. هنا ما جانيش الكيك سكري، جاني فريمون لو غو اللي حبيتو ماشي سكري. نتوما اللي تحبوا السكر تقدروا تزيدوا مغرفه ولا 2. وندرب الباتور حتى يطلع لنا مليح هذاك الخليط، حتى يولي كيما يقولوا بيض. ومن بعد نزيد الزيت بشويه بشويه، وندرب الباتور. ما نديرهاش على خطره كامل، انا قسمتها على 3 خطرات ودربتها بالباتور. هنا كيما راكم تشوفوا الخليط طلع مليح هكا باش تجيكم ناجحه الكيك وتطلع لكم مليح. ودوك ناخذوا لو جو تاع القارص، الحبه قارص اللي كنا عصرناها من قبل، ونزيد الحليب. ندير نفس الكميه تاع الزيت، ما ندير الكاس ما يكون مخصوص 1 دوا كيما راكم تشوفوا، ونزيدوا على الخليط، ونزيد ندربوا بالباتور. كي ندرب مليح نزيد الفرينه بشويه شويه، والفرينه تاعي نكون غربلتها من قبل، ونزيد بشويه بشويه ونضرب بالباتور. ومن بعد نزيد لا لوفور كيما قلت لكم من قبل، درت 1 ساشي ونص تاع لا لوفور، ونكمل نخلط كلش بالباتور، ونكمل كامل هذيك الفرينه. ومن بعد انا هنايا كي نكمل كامل ضربت كامل هذيك لا فارين اللي بقات لي، ناخذ 1 مول تاع الكيك كيما راكم تشوفوا، وندير عليه بابي كويسون من الفوق هكا باش ما يلصقناش الكاطو. خير ما ديروا تدهنوه، دو بريفيرونس ديروا مباشره، ديروا بابي كويسون هكا ما يلصق لكمش. ونفرغوا كامل هذاك الكاطو في المول تاع الكيك. وهنا نكون شعلت الفوق من قبل ب4 ساعه، سواء 170 ولا 180 درجه، نتوما على حسب الفوق تاعكم. ونخلوه لمده 45 دقيقه.
انايا نخليه ندخلو نديرو 30 دقيقه ونشوف بالموس ولا طاب. الى طاب خلاص، سينو نزيد نكملو حتى ل 45 دقيقه. وهنايا بالنسبه للمول شوفوا كيفاش درتو، نحطوه فوق السنيوه تاع الفوق. هذا يساعد كما يقولوا الطياب تاعو مليح. ديروا سنيوه تاع الفوق وتحطوا عليه هذاك المول وتدخلوه للفوق. هاد الكيفيه مليحه بزاف كي طيبي لي كيك تاعك. ولا شوفوا الكيك خمرنا مليح الله يبارك. وانا خليته كما يقولوا حتى الحق نقولوا تقريبا 40 دقيقه ونحيته من الفوق ونخليه حتى يبرد تماما. ومن بعد هنا زينته بشويه سكر غلاس وسيترون. وانتوما هنا تزينوه كيما واش عندكم في الدار، سواء تدهنوه مثلا بلا كونفيتور من الفوق وديروا شويه لوز ولا اللوز كونكاسي ولا واش عندكم في الدار. وانا عطيت لكم باك كيفيه ان شاء الله تعجبكم. ودوك نجوز معكم صحن التقديم، تشوفوا كيفاش جانا الكاتو. نقسم لكم الكيك هذا وتشوفوا كيفاش جا من الداخل. جا خفيف وبنين. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه تاع اليوم. ولا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لي جيم للفيديو، ما تنساوش تخلوا لي كومونتير. وما بقى لي نقول لكم غير بقاو على خير، ان شاء الله تلاقاو في وصفه جديده. بقاو على خير.